עליי משלושה כיוונים, ויש תנועת אויב לכיוון ציר קראוז לעבור. כאן חומוס, אני אומר שנית, אויב לוחץ אותי חזק. אני לא רוצה לעזוב את המקום שלי. אני רוצה שתבוא תקפורת, אם זה אפשרי עבור. כאן שלוש, האויב חדר מכיוון צפון, והוא זה שירה עליי. אצלי בכביש יש הרבה נפגעים עבור. שתיים, כאן חומוס, האם אתה יורה עליי עבור? כאן שתיים שלילי, אני כדאי לך לך עבור. כאן שלוש, אני נפגעתי, סוף. ولم يكن يخامرني شك في أن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67 ولم تكن أبدا من أسبابها. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. كانت أخطر المعارك وأقواها هي تلك المعارك التي دارت يومي 8 و9 أكتوبر 73. وفي مقال بجريدة معاريف الإسرائيلية كتب عساف ياجوري قائد إحدى فرق الدبابات في الحرب، وصف فيها أحداث يوم 8 أكتوبر والتي أسر فيها إنه دخل التاريخ تحت اسم الاثنين الأسود في إسرائيل. وأضاف ياجوري قائلا: لماذا تركوا صدورنا عارية على جبهة الفردان يوم 8 أكتوبر؟ وقال: إن خيبة الأمل التي أحسست بها وشعر بها أغلب الجنود وكل من عاشها لا تنسى مرارتها. ويمضي في مقالي قائلا: عندما عدت من الأسر أذهلني حجم الخسائر التي وقعت في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأصبح يوم 8 أكتوبر يوم خيبة الأمل والألم العظيم. كانت الدبابات التي يستخدمها المصريون من نوع مختلف عن الذي نستخدمه. لقد تكون الهجوم الإسرائيلي من كتيبة واحدة تقاتل الجيش المصري، وهي كتيبتي. كانت ضد الجيش المصري بأكمله في الخنادق والمواقع المختلفة في الدبابات والمدفعية. لم تكن هناك فرصة أن تهزم كتيبتي مثل هذا الجيش في ضوء النهار، خاصة أننا كنا على بعد بضعة مئات من الأمتار من قناة السويس. في هذا القتال الذي لا أمل فيه تم تدمير كل دباباتنا تقريبا، واجتمع قادة الكتيبة الثلاثة الذين كانوا يستقلون 3 دبابات في معقل وجودنا، وكان قد تبقى معنا فقط 3 دبابات في ذلك الوقت. وقد تعرضت دبابة نائب قائد
قائد الكتيبة للضرب وانفجرت، والدبابة الثانية اندلعت بها النيران وبدأت في الاحتراق. أما دبابتي فقد تلقت ضربة مباشرة، وبدأ الجنود المصريون في فتح النيران. des Sagers open fire שהיו באזור מסביבנו. وكان مثار اهتمامي في ذلك الوقت هو هل يجب أن نبقى في الموقع أم نغادر بالجنود لننقذ أرواحهم على الأقل. عساف ياجوري قائد اللواء المدرع 190، والذي حاول أن ينصب كمينا للقوات المسلحة بالاختباء خلف التلال الرملية، ولكن تم إلحاق خسائر فادحة بذلك اللواء. وخرج العقيد عساف ياجوري من دبابته وفوجئ باحتراق آلياته وجثث الجنود المتفحمة من جراء نيران المدفعية المصرية، فأعلن الاستسلام وخلع رتبته العسكرية وتخفى كأحد الجنود في طابور الأسرى. الرئيس السادات كان مهتم جدا بأسر الحرب. يوم 7 أكتوبر طلبني وقال لي انت عندك أسر حرب قد ايه؟ انا كنت حاطط على القناه 6 ضباط من القوات الحربيه من الفرع بتاعي، شغلتهم يجمعوا أسر حرب اللي يتم اعتقالهم وترحيلهم في عربيات مغلقة إلى السجن اللي أنشأناه لأسر حرب. وعملت سجن نموذجي، زي أنا دكتور في القانون الدولي وتخصصي حقوق المدنيين تحت الحربي وحقوق أسر حرب. زي ما اتفاقية جنيف بتقول عملت سجن نموذجي. الأشغال العسكرية والمهندسين أنشأت السجن، الخدمات الطبية جابت إسعاف، التعيينات جابت الأكل، الأشغال العسكرية عملت الإنارة كاملة والتكييف الكامل. كان سجن نموذجي. جبت دبومو ورئيس الصليب الأحمر لما جه مصر فرجته عليه عشان يعرفوا إن مصر سيفيلايزد ستيت وإنها تنفذ قواعد القانون الدولي الإنساني. المهم سألني قلت له يا فندم عندي عدد محدود كده يعني يزيد عن 200 أسير يعني. قال لي طب شوف بقى انت تبلغ، ده مهم جدا الموضوع يا جماعه، تبلغ ديبومو بتاعك ده يبلغ مندوب الصليب الاحمر في اسرائيل ان احنا عندنا كذا اسير وان احنا بنسجلهم ومبلغ جنيف بيهم، وان مندوب الصليب الاحمر بيباشر هؤلاء الاسرى وان لهم كل الحقوق والرعايه الكامله جرحى او غير جرحى، وان انا بنبه على اسرائيل لو حصل اي جندي مصري او ضابط مصري وقع في الأس ان يعامل طبقا للقانون الدولي وطبقا لاتفاقية جنيف، اذروايز هتكون معامله بمثل. ده كان رئيس السادات حريص الا يحدث مثل ما حدث في عمليات 56. فعلا قلت بمضمون الكلام ده، بلغوا للمندوب الاخر وشافوا، حتى رئيس الصليب الاحمر جه بعد كده وقال لي عايز اقابل السادات، قابل السادات واداله شكر. واول مره الصليب الاحمر يطلع جواب تصدق عليه الحكومه السويسريه ان مصر اول دوله في العصر الحديث تنفذ اتفاقيات جنيف خاصه بأسر الحرب بالحرف الواحد وتعاملهم المعامله الانسانيه.